في اسكندرية وتحديدا في بحري النهاردة هقول لك على أحسن مكان ممكن تاكل منه آيس كريم في اسكندرية. أول مكان معانا في اسكندرية هو جيلاتي عزة. جيلاتي عزة هو من أقدم الأماكن اللي موجودة في اسكندرية، ولكن عشان أقدر أقيم أي نوع آيس كريم بختار الآيس كريم الفانيليا من غير أي فليفر. دلوقتي نقدر ندوق الآيس كريم ونقدر نقرر هل جيلاتي عزة زي زمان ولا اختلف عن الأول. بص، هو ده بقى اللي انا كنت بتكلم عليه زمان. بدأت تنقط يا معلم. هي نفس المشكلة اللي كانت موجودة يمكن من 10 سنين في جيلاتي عزة. جيلاتي عزة ممكن يكون طعم الايس كريم كويس مش وحش، بالنسبة لجودة الايس كريم هي كويسة مش وحشة، لكن مشكلتي كانت في جيلاتي عزة طول عمرها هي ان الايس كريم تبدأ تنقط منك طول ما انت ماشي. فكجودة تماسك في الايس كريم مهياش احسن حاجة بالنسبة لجيلاتي عزة. لكن بالنسبة لجيلاتي عزة انا ما انصحش ان انت تشتري منه ايس كريم بسكوتة، يعني هتبوظ منك. نصيحة بلاش. بالنسبة لسعر الايس كريم عند جيلاتي عزة هي دي ب20 وعندهم 15 بالنسبة للبسكوتة، لكن عمالة تنقط. يعني لو واضحة معاكم، بص التنقيط بص عامل ازاي. واحنا مش في الصيف على فكرة، انا بصور حاليا تاريخ الحلقة هو في شهر 2، بس مش كده يعني. بس انا مش عارف بقى مضطر اكلها ولا ايه الدنيا. بس جيلاتي عزة انا بنصح بيه ان انت لو عايز تقعد في مكان معاك عيلتك معاك اي حد واحد صاحبك وحابب ان انت تقعد في مكان، ممكن تقعد وتشتري جيلاتي عزة. حتة الكراسي والترابيزات اللي موجودة عنده دي حاجة كويسة يعني. في اخر الفيديو هقول لك الاسكندرانية بيشتروا ايس كريم منين. تاني مكان معانا في اسكندرية ايس كريم السعيدي بسعر 10 جنيه. طبعا ايس كريم بسكوتة زي ما انت شايف، عشان اقدر اقيم اي ايس كريم بقيمه حليب وبسكوت، يعني من غير اي فليفر. لا طعم الفانيليا يعني حاسه كتير قوي في الايس كريم، يعني مغطي على طعم الايس كريم ذات نفسه. المفروض الفليفر ما يكونش بالقوة دي. درجة التماسك بتاعت البسكوتة هي احسن من ايس كريم عزة كتماسك، لكن كطعم ايس كريم عزة احسن من السعيدي. لكن بص السعيدي عامل ايه، بس مديني بسكوتة كبيرة، اكبر بسكوتة ممكن اكون شفتها عند بتاع ايس كريم حاليا يعني. تالت مكان معانا في اسكندرية جيلاتي النظامي. اللي بيميز جيلاتي النظامي درجة التماسك بتاعت الجيلاتاية والتيست الحلو بتاع الايس كريم. الايس كريم الفانيليا بتحس بطعم التيست جامد قوي فيها يعني. وده المكان الوحيد اللي اغلبية الاسكندرانية بيشتروا منه ايس كريم في اسكندرية كلها. الناس القديمة قوي في اسكندرية بتقدر تفرق ما بين ايس كريم عزة وما بين النظامي وما بين السعيدي، ويقدر يفرق انهي جيلاتي هي الاحسن بالنسبة لكل براند من البراندات دي. ولكن انا تقييمي بالنسبة لي هي جيلاتي النظامي هي احسن من الاتنين. انا لو اقيم الايس كريم في اسكندرية بالنسبة لبحري، فالنظامي عزة السعيدي. بس انا ما عجبتنيش الورقة اللي كان مديها لي النظامي، يعني كانت ورقة صغيرة كده واتبلت بسرعة، وزي ما انتم شايفين بدأت تسيح. فانا برضك لو قيمت بالنسبة للبسكوتة لغاية دلوقتي انا مش قادر اوصل لها يعني، بس هي شكلها كويس مش وحش. ولكن العيب الوحيد بتاع النظامي الورقة اللي اداها لي ما كانتش احسن حاجة، يعني زي ما انت شايف برضك ايه بدأت تسيح. ولكن كتست في النهاية هو النظامي هو يعتبر احسن تست في الثلاثة، لسه مصر عليه. طبعا مع العيب الوحيد في الورقة اللي اداها لي، طبعا الجيلاتيه لما بدأت تسيح الورقة اتبلت بسرعة.
ده كان عيب كبير قوي في الايس كريم اللي اداهولي، يعني دي الحاجه الوحيده اللي وحشه فيه. لكن بالنسبه لجوده الايس كريم هي حلوه مش وحشه. في نهايه الفيديو احب اقول لك ان مش كل فروع اسكندريه زي بعض، الفروع بتختلف من مكان لمكان. متنساش السبسكرايب والشير وفعل زر الجرس.